يا احلى متابعين في الدنيا كلها واصدقاء في الدنيا كلها. تعالوا النهارده نعمل بلح الشام. معايا كده كوبايه الا تلت، بصوا، من دي السمونيلا، تمام كده. ومعايا من نفس الكوبايه 3 كوبايات دقيق. معايا 1 خميره فوريه. معايا كده معلقتين سكر اهو. هنقلب ده كله كويس كده. بصوا كده قلبناه كويس، هننزل عليه بالزيت. بصوا هفضل كده، بصوا لازم نخليه كله يتقلب كده. انا غسل ايديا كويس طبعا. الناس اللي تعرف تشتغل بالكلابس بتشتغل، انا ما بعرفش الصراحه. بصوا لازم نخليه كله يتغلف كده. بصوا كده بعد ما اتغلف كويس هننزل عليه كده بشويه فانيليا، بس الفانيليا دي خام، خلوا بالكم عشان ما تمررش. وهنقلب تاني كويس كده في بعضها عشان تبقى كلها اتغلفت بالفانيليا. بصوا ريحتها تحفه الفانيليا دي ما شاء الله، عشان خام جميله جدا. بصوا علبتها اهي. طبعا بصوا عشان تبقوا عاملين حسابكم، انا استخدمت الكوبايه دي زيت. الكوبايه دي اقل من الكبيره، دي كانت مليانه زيت، تمام. واستخدمت في الدقيق اللي هي الكبيره 3 من دي دقيق بلدي اللي هو الفاخر. ودي كانت اختها بس تلت، يعني كوبايه الا تلت سميد، يعني كوبايه ناقصه شويه من دي اهي. يبقى دي بتاعه الدقيق والسميد، والصغيره كانت مليانه زيت. وكيس خميره، معلقتين سكر، نص معلقه فانيليا، وكيس خميره فوريه، وذره من الملح. خلاص كده هنقلبناها. هنروح بقى، بصوا بقت عامله زي الرمله المبلوله ازاي. بصوا اهي، تمام كده. هنجيب بقى معايا ايه، ميه دافيه للعجن. بصوا بنفس الكوبايه معايا كوبايه ميه اهي. مش هنزل بقى كلها، انا هنزل بس بقى كوبايه الا ربع كده، اشوف هتحتاج تاني ولا لا. احنا دوبك بس عايزين نلم العجينه، مش عايزين نعجن، احنا عايزين بس نلم العجينه كده. بصوا كده هي خدت معايا كوبايه الا ربع من الميه. دي سمك العجينه المطلوب، ما تكونش طريه ولا تكون ناشفه قوي اهي. هسيبها تريح كده 10 دقايق وبعد كده نبدا تشكيل فيها.